غير بالعجينه ديال المسمن. غادي نحضروا هاد البريوات في الفران بلا ورقه البسطيله ولا ورقه الفيلو، كيجيو مقرمشين ومورقين ما تشبعوش منهم، وبواحد الحشوه اللي كتجي بنينه وساهلين في التحضير. متاكده الا جربتوهم غتعتمدوهم دابا في الفطور في رمضان، كيجيو ولذاذ بزاف. شوفوا معايا كيفاش كيجيو لداخل مورقين وخاويين وعامرين فقط بالحشوه. ندوزو المقادير. درت هنا دقيق 4 الكيسان، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، الملحه، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، 3 المعالق ديال الزيت والماء الدافي اللي جمعت العجينه، وضروري تكون قاسها. كنخليها ترتاح. في هذا الاثناء كنجي ندير هنايا بصله مشلضه مع شويه ديال الزيت والملحه، كنشحرها شويه ونزيد لها الكفته، وكنزيد خيزو والعطريه كما كتشوفوا معايا هنايا مكتوبه. كنزيد الشامبينيون، وفي الاخير من بعد ما كطيب لي الحشوه كنزيد الفيرميسي اللي رقتها في الماء وصفيتها، وكنزيد الزيتون، وكنزيد في الاخير شويه ديال الفرماج محكوك. من بعد هنايا قطعت العجينه كويرات حتى هي وخليتها ترتاح بما بردت لي الحشوه. هنا من بردت لي الحشوه كنجيب العجينه كنسرحها وكنقسمها على زوج، وكندهن بالزبده مزيان ديال التوراق اللي كنكون مذوبتها ومحيده منها الماء وداك الحليب. ضروري تكونوا مذوبينها مزيان. من بعد كنشكلهم على شكل بريوات، وانا كندهن بالزبده اللي قلت لكم. صافي حتى كنكملهم كاملين. كندهنهم بشويه ديال صفار البيض مع الحليب ولا الصوجه. هنايا رشيتهم شويه ديال الزنجلان الكحل وكندخلهم يطيبوا بالصحه والراحه، كيجيو بنان بزاف. جربوهم على حسابي وما تنساوش لايك الوصفه.